نتأمل في الإصحاح الأولاني. الإصحاح الأولاني 80 آية، بس هنعدي بسرعة كده. وهتلاقوا في التوبكس اللي هبعتها لكم اللي هي العناوين بتاعة التحضير، هتلاقوا حاجة تانية كنت كاتب إذا في وقت نقراها، بس يعني كفاية قوي كده. الواجب يا جماعة أرجوكم ونفسي تكتبوا كتير، يعني زي أول مرة كده. الواجب إن أنت تمشي ورا الأحداث بتاعة إنجيل لوقا وتجيب لي حدث مليان تفاصيل، وممكن تشاور لي تقول لي إن هو مكتوب هنا بالتفصيل ده والتفصيلة دي، في الإنجيل التاني مفيش التفاصيل، فتعمل برضو إيه المقارنة دي من تقال جملتين وبس. ده بقى عمال يتكلم على المكان ويتكلم على الأجران المية ويتكلم عن العبيد ومشاعرهم إيه والعذراء قالت لهم إيه. تمام؟ ما واجب بقى، واجب بقى. طيب يلا كده ناخد يعني لقيت فرصة حلوة أكتر الأناجيل اللي اتكلمت عن الفترة اللي احنا فيها، الميلاد وكده والبشارة وكده. إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا، كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة. يعني لوقا بيقول لتلميذه الأممي اللي بقى مسيحي اللي هو سأوفيلوس، طبعا انت سمعت عن المسيح، وكالعادة لما بيطلع شخصية عظيمة تلاقي القصص بقى والتأليف اشتغل. عجباني قوي كلمة أخذوا بتأليف قصة، يعني ده اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. تلاقي حاجة واضحة زي الشمس وتلبس حواليها قصة، ويقول لك فلان يرد على فلان، ولا كان فلان يعرف فلان أصلا ولا سمعه، بس القصة علشان في أغراض في دماغه. فهو بيقول له بقى بص، ما دام الاشاعات اشتغلت والقصص اشتغلت، لا انا هقول لك بقى الامور حصلت ازاي بالظبط زي ما سلمها لنا الذين كانوا معينين وخداما للكلمه، اللي هم مين؟ الاباء الرسل. متيقنه عندنا يعني ما فيهاش هزار. مش هقول لك انه يوحنا كان تلميذ المسيح او كان تلميذ بوذا، لا مفيش حاجه اسمها كده. انا هقول لك الحكايه بتفاصيلها. وعجبتني كمان فكرة كما سلمها إلينا. تلاحظوا أهمية التقليد في الكنيسة. التقليد بتاعنا معتمد على التسليم. الألحان بتتسلم، أجيال بتحفظ بعضها. العقائد كانت بتتسلم لغاية وقت قريب، ما كانش فيه لا طباعة ولا كتب ولا الهنا اللي احنا عايشين فيه ده. الهنا اللي احنا فيه بس مش بتاع الفيلم اللي نازل، ما كانش موجود. ده كان البلد الكاملة اللي فيها إنجيل، يا سلام، غير الكنيسة يعني واحد عنده سفر في بيته. لكن دلوقتي الإنجيل بقى موجود في كل بيت. أنا كده إن التقليد كان قبل كتابة طبعا كنيسة تؤمن أن الكتاب المقدس هو الجزء المدون من التقليد. صور بس لدرجة إيه؟ مش ان واحد بيقلد واحد، ده هي الهيريتج، يعني الميراث، التراث، ده معنى كلمة التقليد. وكما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة. طبعا تلاحظوا هنا ان هو بيتكلم على انهي بدء؟ بيتكلم على في البدء كان الكلمة، مش بيتكلم على بدء الزمان. يعني يقول له انا هقول لك بداية القصة دي ايه. انت سمعت جملتين عن يوحنا اتقطعت راسه، بطرس انكر المسيح، انا احكي لك بقى، اقول لك ركب الحاجات دي على بعضها ازاي. بالظبط كده، بالظبط كده، تمام. ورأيت ايضا اذ قد تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق. يعني انا كمان اقدر ادعي لنفسي ان انا موجود من الاول وعرفت كل حاجه. أن أكتب على التوالي. ليه على التوالي؟ إنجيل لوقا وبعديه سفر أعمال الرسل، صح؟ كل شوية هكتب لك حاجة. أيها العزيز سيوفيلوس، لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. لو أنت خدت تعليم وثنية، لا اعرف بقى هل التعليم دي هي اللي هتؤدي بيك للخلاص؟ أو أنت سمعت كام جملة طايرة كده ولا إشاعة عن السيد المسيح، هل ده فعلا اللي حصل؟ تمام. كان في أيام هيرودس، بصوا كان دي كان يا مكان، يبتدي الحكاية من الأول خالص. كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا. بصوا بيكلم حد ما عرفش حاجة خالص،
بيقول له ده مين وده بيشتغل ايه واسمه ايه، تمام. لكن التاني دي التفاصيل. لكن التاني يقول له ايه، زكريا رئيس الكهنه او زكريا كان رئيس فرقه ابيه. دول عارفين الفرق وعارفين متقسمه ومين بيبخر كل ايه والقرعه ايه، اذ اصابته القرعه لكي يبخر. عندهم المعلومات ده. لا، من فرقة أبيه وامرأته من بنات هارون واسمها أليصابات، وكان كلاهما برين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. شهادة جميلة قوي لما ربنا يشهد عن ولاده كده. ولم يكن لهما ولد إذ كانت أليصابات عاقرا وكان كلاهما متقدمين في أيامهما. إيه المشكلة؟ لم يكن لهما ولد، ما ناس كتير كان ما عندهمش. لا، اليهود مخلص ولد وعدم الخلفة عار، وعمره ما هيجي من نسلها المسيح، لا دلوقتي ولا بعدين. لكن اللي بتخلف ولد هيخش في سلسلة النسب، ممكن ما يجيش دلوقتي منه لكن يجي من أحفاده. تمام بالظبط. بينما هو يكهن في نوبة فرقته أمام الله حسب عادة الكهنوت اللي انتوا ما تعرفوهاش لأن انتوا يونانيين، واخدين بالكم الفرق في الأسلوب. أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر، وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور. هو دخل فين؟ فاكرين الهيكل كان عامل ازاي؟ دخل القدس. القدس كمان كان التبخير فيه بالقرعه. قدس الاقداس ما يخشوش غير رئيس الكهنه مره واحده كل سنه يوم عيد الكفاره، يوم الصليب، ويربطوه رجله بجنزير عشان لو مات يسحبوه ما حدش يقدر يخش جوه. ده كان بيشوف ظهور الله على التابوت من الملاكين الكروبين اللي فوق التابوت. وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور. حاسين بحاجه شبه اللي بتحصل هنا في صلاه عشيه وصلاه بكر؟ الشعب بيصلي، ابونا بيبخر، يمكن يدوله طلبات، بيعطي السلام للقديسين والملائكه، ده وقت ظهور الملاك. بصوا الكنيسه مكمله ازاي. فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين المذبح. طبعا ما قالوش ان هو جبرائيل لان التاني ده لا يعرف جبرائيل ولا ميخائيل ولا بتاع. فلما رآه واقفا على اليمين مذبح البخور، احنا في القدس دلوقتي مش في قدس الأقداس، يعني كان في مذبح البخور والشمعدان اللي هو بيسموه المنارة، وكان في مائدة خبز الوجوه، تمام. دي محتويات القدس. فلما رآه زكريا اضطرب ووقع عليه خوف، فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك أليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا، ويكون لك فرح وابتهاج، وكثيرون سيفرحون بولادته، لأنه يكون عظيما أمام الرب، وخمرا ومسكرا لا يشرب. يعني إيه دي؟ معناه إيه؟ نذير. ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. طبعا زكريا واقف فاتح بقه مش فاهم حاجة. هو إيه ده اللي من بطن أمه يمتلئ من الروح؟ ده إحنا بقالنا 300-400 سنة مفيش نبوة، السماء مقفولة. ده إحنا بنعلم الناس ونقول لهم إن شاء الله لما ربنا يريد تتفتح السماء على الأرض زي ما كانت زمان. احنا في تاريخ لليهود زي ما قلنا في المكابيين لغاية 100 وشوية قبل الميلاد، لكن مفيش نبوة، مفيش نبي، مفيش كلمة، مفيش وحي. الروح ما بيتكلمش معانا، مفيش انتراكشن كده. ويرد، بص بقى عمال يقول له بقى على تفاصيل الولد ده. نذير، من بطن امه يمتلئ من الروح القدس، يرد كثيرين من بني اسرائيل الى الرب الههم. الله، هو اللي احنا فيه دلوقتي ده ضياع وهو هيرجعنا؟ هو في ايه؟ ويتقدم امامه. الله، يتقدم امامه يعني هو لسه جاي. طب هو كان ولا جاي؟ الذي كان منذ البدء، الكائن والذي ياتي، مش كده؟ السيد المسيح. ويتقدم امامه بروح ايليا وقوته ليرد قلوب الاباء الى الابناء والعصاه الى فكر الابرار، لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا. فقال زكريا للملاك: كيف اعلم هذا؟ لاني انا شيخ وامراتي متقدمه في ايامها. وهنا في حته مش واضحه لكنها مظبوطه. لما يقول لك هو قال كيف اعلم هذا، والعذراء قالت كيف يكون لي هذا، الحقيقه هو سال عن هو شك، لانه قال له كيف اعلم هذا، يعني اصدقك منين؟ كيف اعلم هذا؟ لكن اتاكد ازاي؟ لكن العذراء قالت له ايه؟ بليز بقى قول لي على الآلية. خلاص انا صدقت. كيف يكون؟ انا مش متجوزه، هنعمل ايه بقى؟ يعني واخدين بالكم الفرق ده؟
لان في ناس يقول لك اكمنها بقى ام ربنا بقى مش هيقدر الملاك يفتح بقه، دي شكت والتاني شك بس ده اتعاقب وفضل اخرس، وهي بقى قال لا المجد ليك يا رب الروح القدس يعني تمام. فاجاب الملاك وقال له انا جبرائيل الواقف قدام الله وارسلت لاكلمك وابشرك بهذا. بس واضح ان انت ايه مش مصدق. وها انت تكون صامتا ولا تقدر ان تتكلم الى اليوم الذي يكون فيه هذا لانك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقت. وهنا في فكره عن فلسفه العقاب. فلسفه العقاب عند ربنا ما هياش انتقام من الشخص، عارف هوريله هذله هبهدله لا حتى تبكيت الروح القدس. لفظ التبكيت لما ترجعوا لها في الاصل الاشاره على الشيء الخاطئ، بيشاور بس بيوضح، لكن مش بيبهدل مش انتقام. تمام. والوقت والخير الكنيسه، ما هو لما ده يخرج ساكت هتشوفوا حصل ايه. عرفوا انه رأى رؤيه وفضلوا مستنيين الرؤيه تتحقق. تمام. وكلامي ايه الى اليوم الذي يكون فيه هذا لانك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته. اللي انا قلته لك هيحصل. وكان الشعب منتظرين زكريا ومتعجبين من ابطائه في الهيكل. طبعا تاخدوا بالكم لو تفتكروا في قصه طوبيا فضلوا ساجدين بعد ما عرفوا ان ده الملاك رفائيل، وقال لك 3 ساعات. دي حاله من الذهول كده، الانسان بيخرج عن احساسه بالزمن. فلما خرج لم يستطع ان يكلمهم ففهموا انه قد راى رؤيا في الهيكل فكان يومئ جايه من عارفين كلمه يقول لك ايماء او ماء اليهم. وبقي صامتا. ولما كملت ايام خدمته مضى الى بيته. وبعد تلك الايام طبعا مضى الى بيته عشان يحصل الحمل. وبعد تلك الايام ثانيه واحده ما اقول لكم حصل ايه حالا دلوقتي. حبلت اليصابات امراته واخفت نفسها 5 اشهر. طبعا ست كبيره عجوزه، حاجه ما حصلتش ابدا ولا اللي حواليها عندهم كده. الناس هتقول ايه؟ الناس هتصدق طب ده ابني ولا هيقولوا شارينه؟ لما تصدق هي ده ساره. هنا برضو يقول لك ايه؟ طب انت يا زكريا انت معلم الناموس ومن فم الكاهن تطلب الشريعه. العهد القديم بيقول كده. طب انت ما صدقتش رغم ان عندك رصيد ومثال. طب ما هي ساره ما صدقتش وضحكت وحصل وانت بتقول للناس كده. طب انت ما تصدقش. بينما العذراء لو ما صدقتش ولا شكت معاها حق، حاجه ما حصلتش قبل كده صح، وما حصلتش قبل كده انه بدون زرع بشر وتبقى حامل ازاي. أخفت نفسها 5 أشهر قائلة هكذا قد فعل بي الرب في الأيام التي فيها نظر إلي لينزع عاري بين الناس. شوفوا كانت صعبة إزاي الست اللي ما تخلفش ولد بالذات. يمكن لغاية النهاردة الميراث ده موجود في الشرق إن الولد مفضل عن البنت، لأن ما خلصت يا جماعة. ده كانت عشان السيد المسيح ما بقتش كده. لا في الشرق ماشي بس في متأثرين، لكن الشرق هو يعني صاحب الفكرة دي. هكذا قد فعل بي الرب في الأيام التي فيها نظر إلي لينزع عاري بين الناس. وفي الشهر السادس خاص قصة تانية بقى. وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل. شهر السادس من إيه؟ يعني هي حامل في 6 دلوقتي صح؟ أرسل جبرائيل برضو الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف. واخدين بالكم بيوضح ازاي للراجل اليوناني ده. التانيين فاهمين يعني ايه بنت لما توصل سن البلوغ ياخدها واحد من شيوخ الهيكل يعتني بيها تتربى في بيته كأنها بنته كأنها حفيدته مش بنته. لكن ده مش فاهم حاجة فيقول له عذراء ويقول له مخطوبة ويقول له مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف لأنه ده ابن داود هتنفعنا بعدين. فبقول لك من دلوقتي واسمه العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها المنعم عليها الرب معك مباركة أنت في النساء. وهنا برضو نقول إنه البداية اللي ابتداها مع العذراء مختلفة لأنها كانت تستحق ده. العذراء كانت إنسانة يعني أجمل وأكتر حاجة توصف العذراء ربع في التسبيحة بيقول تطلع الآب من السماء ماضي وحاضر ومستقبل.
فلم يجد من يشبهك، أرسل وحيده أتى وتجسد منك. مباركة أنت في النساء، الرب معك، سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت. بصوا ما خافتش الخوف بتاع الشك، لكن على طول بتفكر ما عسى أن تكون هذه التحية، هو يقصد إيه؟ أنا مش شاكة في كلامه ومش شاكة إنه ملاك، بس أنا عايز أعرف هو يقصد إيه، بتستفسر. هو التواضع وعندها فكرة طبعا ايه التكريم ده كله يعني؟ طبعا. هي تواضع داخليا. طبعا ما عسى أن تكون هذه التحية، مش ما عسى أن يكون هذا، لأن هذا هو الملاك اللي هي عارفاه واللي كانوا بيظهروا لها. التقليد بيقول إن الملائكة كانت بتأكل العذراء. التقليد كمان بيقول إن العذراء كانت بتدي أكلها البسيط اللي أهلها بيجيبوه لها من السنة للسنة، تديه للفقراء وهي والملائكة يأكلوها. فالعذراء واخدة على الملائكة، مش حاجة جديدة عليه. فلما رأته خلاص فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم، ما تقلقيش يا حبيبتي، لأنك قد وجدتي نعمة عند الله. أنا قلت لك أيتها المنعم عليها، فده قديم خلاص، ده ماضي، لكن أنا هقول لك إيه الموضوع. ماشي موافق، ممتلئة نعمة. أيتها الممتلئة نعمة، مش لأنك قد وجدتي نعمة عند الله. بصي برضو واخدة بالك من الأزمنة يا أحلام، هو قاصد هنا يقول لها زمنيا الحكاية عاملة ازاي وتفصيليا الحكاية عاملة ازاي. مش انت ممتلئة نعمة من قبل ان تصوري في بطن امك، لان ده هيودينا في الحبل بلا دنس، واخده بالك. وها انت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمين. اتصور بقى وش زكريا ووش العذراء منتج متوازي، وش زكريا عمال يقفل وحواجبه عماله تطلع لفوق ومستنكر تماما ان الكلام اللي بيتقال ده ممكن يحصل، بينما هو اللي بيدرس ابراهيم وعارف القصه بتاعت ساره. لكن وش العذراء عمال يبتسم وعماله زي ما قالت الحان تقول يا رب ايه المجد ده وايه العظمه دي، انا ما بستاهلش حاجه من دي. تمام. وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى. حد بيقرا انجيل عربي وانجليزي دلوقتي واحنا مع بعض؟ في حد بيقرا نهرين؟ مفيش. حد يطلع لي بس وانا بكمل كده باي انجلش قال ايه لزكريا لما قال له وتسميه يسوع؟ كان قصده على اليصابات ولا عليك انت هتسميه يسوع؟ هتسميه يوحنا. ورا بقى، ما ارجعي شويه بقى كده. تمام. هي بالعربي هنا تسميه. لا انا بتكلم على يوحنا يا جماعه، يوحنا صحصحوا معايا. ارجع. لا ده حاجه تانية. انا بسال على، دوروا عليها واللي يلاقيها ويتاكد منها يقول لي. تمام يا جماعه. جون. يبقى مين اللي هيسمي يوحنا؟ لا هو كان بيتكلم على اليصابات. زكريا انت هتسلمه لك. ايوه عشان كده قلت لكم هاتوها من الانجليزي. بيتكلم زكريا. your wife بيتكلم زكريا. and you shall call him his name John. يبقى مين اللي هيسمي الطفل؟ يوحنا. مع ان هي سمته وقالت لهم يسمى يوحنا. اليصابات قالوا لها ليس احد، هنشوف يعني. بس انا عايز اقول ايه، عايز اقول حته صغيره. العذراء هتسميه يسوع عشان العذراء هي امه بس. هنا دي حاجه دليل قوي. طبيعي مين اللي يسميه؟ يوسف، لو يوسف ابوه. ولو زي ما المسيحيين التانيين قال لك بعد ما ولدت المسيح اتجوزت وخلفت، او كانت متجوزه فخلفت. لا، ده هو اللي سمى المسيح يسوع امه. ليه؟ ملوش اب. ايوه ملوش اب. تمام. نكمل. 32 بيقول لها مين بقى يسوع ده؟ زي ما قال لزكريا مين؟ يوحنا. هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى. ايه ده؟ يا نهار ابيض، ابن العلي يدعى، دي ما حصلتش قبل كده دي. ويعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه. يا نهار ابيض،
انتوا عارفين لغايه النهارده في اختلاف على النسب بتاع العذراء، هي من انهي سبط؟ يعني اليصابات بنت خالة العذراء يقول لك كانت من بنات هارون، يبقى العذراء من سبط لاوي، بس الثاني يوسف ابن داود يعني من سبط يهوذا، عشان المسيح بيجمع في شخصه ان هو رئيس الكهنه وهو ملك الملوك. تمام. ويملك على بيت يعقوب الى الابد ولا يكون لملكه نهايه. ايه ده؟ ده داود كان لملكه نهايه، سليمان اعظم ملوك اليهود كان لملكه نهايه. ده مين ده اللي لا يكون لملكه نهايه؟ اصل انا لما اقول لماجد حاجه والاقيه عمل كده وحواجبه عملت زي وش زكريا اللي وصفته لكم، خلاص طب مش هقول لك حاجه تاني بقى دلوقتي، ايه يا ربنا يعينك بس على اللي انا قلته لك دلوقتي. لكن لما اقول لماجد حاجه والاقيه فاهم وبيسال بس على التفاصيل، لا خد تاني بقى واقول لك واكمل. تمام. فقالت مريم الملاك كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا. مش كيف يكون هذا انت ايه اللي بتقوله ده؟ لا 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 لا، ده بمنتهى البساطه والابتسامه. ممكن تقول لي هيحصل ايه؟ ممكن تقول لي حاجه ما حصلتش في التاريخ، انا مذاكره الكتاب المقدس ما حصلش. او ازاي ده هيحصل؟ ازاي هيحصل؟ ازاي مش هيحصل ولا لا؟ ولا صدقك منين؟ كويس. فاجاب الملاك وقال لها بص بقى، لما تكون انت مؤهل لنعمه ربنا يديك ربنا كتير من نعمته. يقول لها ايه؟ يا عم اشرح لك حاجات عاليه قوي على البشر. الروح القدس يحل عليك. يا خبر، ده الروح القدس طول العهد القديم ما كانش بيحل على حد الا مسيح الرب او رئيس الكهنه لفتره عشان ينجز المعلومه والمهمه وخلاص، وفارقه روح الرب. لكن دلوقتي انت اول حلول يخص العهد الجديد، الحلول الدائم اللي هو زي الميرون يا جماعه اللي احنا واخدينه. تفتكروا الروح القدس بعد ما ولدت العذراء المسيح سابها ومشي؟ ده حلول بقى خلاص، معية دائمة. الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. ادي الروح. مين العلي القوة تظللك؟ الله الآب، صح؟ فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ادي فكرة الثالوث اللي انت عارفاها ومذاكراها من اول سفر التكوين، نخلق الانسان على صورتنا كشبهنا. واللغة السامية، اللغات السامية الأصلية، السامية دي مش معناها السامية المرتفعة، السامية نسبة إلى سام. تمام؟ ما فيهاش فكرة الجمع للتعظيم، ما فيهاش ننعم عليكم نحن فاروق الأول ملك مصر بالتهنئة بمناسبة كذا. دي موجودة في أوراق رسمية في التعظيم بالجمع. تمام؟ لا مفيش كده في اللغات بتاعت العهد القديم. يبقى إذن هم مش اتنين ومش واحد، أما كشبهنا لا، هم أقل حاجة في الجمع 3. تمام. وهو ذا اليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوخة. الحقيقة إنه زمان كانوا بعض الناس يتصوروا إن هو بيقول لها كده عشان تصدقي، يعني أبدا، ده هو بيقول لها كده عشان اليصابات أخفت نفسها 5 أشهر، والسماء احترمت إرادة اليصابات إنها مش عايزة تقول لغاية لما بقى الحمل 6 شهور، فتأخرت البشارة للعذراء. يعني أول مرة الملاك يطلع السر بعد ما أخفت نفسها 5 أشهر، بدأت في الشهر السادس، هتروح بقى العذراء تخدمها وتتعرف القصة. تمام؟ عايز اقول لها اللي اخفته اليصابات انا بقوله لك يعني. وبقوله لك لأني عارف قلبك وعارف أنت هتعملي إيه لما تسمعيني. وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. حطوا الجملة دي لوحدها كده في حاجة، وحطوا تحتها أصعب حاجة كل واحد فينا حاسس بيها في حياته وبيقول عليها أو عليه كشخص، ده عمره ما يتغير، دي عمرها ما تبقى عدلة، دي عمرها ما تخسر، ده الحكاية دي عمري ما هبطلها، الفضيلة دي عمري ما هقتنيها، القرب من ربنا ده بعيد قوي عني وعن فلان أو فلانة، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. فقالت مريم اللي يوري لك بقى أول ما نطقت، هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. يا سلام على إيمانك. عشان كده اليصابات لما مدحت العذراء قالت لها الحتة دي، لمن طوبى لمن آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. فمضى من عندها الملاك. خلاص تمام كده، المهمة أنجزت. فقامت مريم في تلك الأيام. يا ستي عودي، يا ستي دلدلي رجليكي والعالم كله يخدمك، ده انت ام ربنا يسوع. لا، دي قامت مسرعة بالليل
في الجبال. ده اللي بيركب توك توك دلوقتي يبقى مش عارف يمشي، يقول لك بيتهز. طب دي في الجبال ايه؟ تركب ايه ولا رايحه ايه ولا على رجليها ولا ايه؟ عشان تخدم الست الغلبانه العجوزه اللي بتحمل طفل والام، بتعاني الام صعبه. انتوا عارفين الحمل في السن الكبير صعب جدا. يعني كده العذراء اول ما قال لها الملاك ستحضرين تلك اللحظه حصل الحادث. طبعا. بدأ التجسد في اللحظه دي. تمام. قامت مريم تلك الايام وذهبت بسرعه الى الجبال الى مدينه يهوذا. ليه في تلك الايام؟ ليه مش في تلك اللحظه؟ عشان لازم تقول ليوسف وتستأذنه ويبقى عارف هي رايحه فين تمام. الى الجبال الى مدينه يهوذا، يبقى معاها ركوبه ولا حاجه. السفر كان بياخد وقت طويل. ودخلت بيت زكريا، ده المهم، وسلمت على اليسابات. بصوا التفاصيل اللي بقول لكم عليها. يعني ايه؟ فقالت مريم لاليسابات، هتلاقوا في حته تانية كده. لا دي سافرت وبسرعه والجبال ودخلت وسلمت، تفاصيل جميله. فلما سمعت اليسابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها، امتلأت اليسابات من الروح القدس. مش قادر يصدق. البعض في التقليد يقول لك سجد يوحنا المعمدان للسيد المسيح وهو في بطن امه، امتلأت اليسابات من الروح القدس كمان. يا سلام، ده الروح القدس اللي كان مش بيحل على حد وفوق مستخبي بقاله 300 400 سنه من ايام ملاخي النبي، ده بيحل دلوقتي بوفره بقى، اللي جاي كله خير بقى. وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لي هذا أن تأتي يا أم ربي إلي؟ يا لهوي. يعني اليسابات اللي ما كانتش مصدقة إنها حامل الروح القدس، امتلأت من الروح القدس، روح المعرفة والفهم. اليسابات فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي؟ يا نهار أبيض. الأطفال العيال اللي لسه جوه البطون دي اتعرف خلاص ان ده جاي قدامه بروح ايليا، وان ده ربنا والهنا وخلصنا يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد. فهو ذا قد حين صار صوت سلامك في اذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني، فطوبى للتي امنت ان يتم. لان الروح القدس برضه حل فيه. ما هو ارتقد دي معناها سجد، معناها اتحرك، معناها يعني حست ببهجه الطفل اللي جواه. الترجمه بيقول ان ارتقد هنا بمعنى تهلل مطلق. ايوه مش سجود، يعني حركه. وبيشبهوها برأس داوود امام تابوت العهد. فكره لطيفه، فكره لطيفه. ثانيه واحده. ايه الاشاره بتاعت يوحنا اليسابات والملاك لا يمتلئ بالروح القدس. ومن بطن امي هي يمتلئ من الروح القدس. بالظبط، اشكرك. نعم يا ازي. كنت مستغربه ازاي يوحنا اللي هو لسه جنين عرف المسيح في اللحظه دي، ولما كبر وقت المعموديه او يعني بعد التلاميذ سالوه هو انت المسيح، فازاي هو المسيح هو كان عارفه كويس قوي، لان الروح القدس اللي بيقود الحكايه من اول ما كان جنين في بطن امه، قبل ما يبقى عنده عقل يعرف بيه اي حاجه. كان عارفه طبعا. قال لهم هو ذا حمل الله الذي يحمل خطيه العالم. هم اللي مش عارفين، مش هو بقى، هو دي مش غلطته. لما قال لهم روح اسالوا، علشان هو بعد ما يموت هم يتبعوا السيد المسيح. بالظبط، كان بيقول لهم روحوا اسالوا ليكوا، انا عارفه. بالظبط. وانا قلت لست مستحقه ان احل سيور حزام. شافه وهو جاي ساعه ما اتعامل قال له هو ذا الله، هو ذا حمل الله زي ما خطيت العبد، هو عارف. وعشان يسمعوا هم بنفسهم تلاميذ. تعالوا نعدي بسرعة بقى على التسبيحة الرائعة اللي قالتها العذراء. فقالت مريم تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. احنا ما زلنا بنعمل كده يا عذراء، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال الذين يتقونه. بصوا يا جماعة، ما قالتش لأبنائه من الشعب اليهودي فقط، فهم روح الإنجيل وروح العهد القديم في كل حتة. الذي يتقيه هو مقبول عنده، زي ما بطرس قال لما لقى الروح القدس حل على الأمميين في سورة كورنيليوس وأهله، فاكرين أعمال الرسل؟ وده هو لوقا اللي كاتب ده. صنع قوة، بتوصف بقى بربنا العظيم ده، صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. مش هو ده اللي حصل في كراسة المسيح؟ اللي كانوا يعظمون من الشعب وأهداب ثيابهم يعظمونها،
ده نزلوا من على الكراسي، انزل يا ابني، انزل يلا يا ابني، يلا يلا انت اهو. واللي طلع هم الغلابه المتضعين البسطاء. اشبع الجياع خيرات، دي نبوات على فكره. تسبيحه العذراء دي نبوات، يعني هو مش ده اللي حصل في ال5 خبزات والسمكتين؟ وصرف الاغنياء فارغين. عضد يعني ساعد، يعني اسرائيل فتاه، مش اسرائيل اللي عضد. ايوه، الله عضد فتاه ابنه اسرائيل ليذكر رحمه. طب ليه؟ لانه هو المسيح كان جاي اصلا لليهود في الاول، كما كلم ابائنا لابراهيم ونسله الى الابد. يعني انت يا عذراء بتبشري بان المسيح كمان للامم، وان كنيسه العهد الجديد للعالم كله. سميه زي ما انت عايزه. فمكثت مريم عندها نحو 3 أشهر ثم رجعت الى بيتها. بعد ما طمنت عليها وولدت وفرحت بقى، سللت العذراء في الاحتفالات بقى، وهي دي السبب، هي دي اللي غسلت، هي دي اللي حمت، هي دي اللي كنست، هي دي اللي طبخت. سللت الست ببساطه وهربت من المجد ورجعت بيتها. اما اليصابات فتم زمنها لتلد، فولدت ابنا، وسمع جيرانها واقربائها ان الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها. وفي اليوم الثامن كان بيحصل جاءوا ليختنوا الصبي وسموه باسم ابيه زكريا. اجابت امه وقالت لا، بل يسمى يوحنا. كان مين حكى لها؟ زكريا. فقالوا لها ليس احد في عشيرتك تسمى بهذا الاسم. ايه العجب ده؟ انتوا نعم، مش كان بيكتب؟ ما هو كتب اهو، مش خد دلوقتي حاجه كتب عليها، وبعدين هي فاهماها ومربيه جوزها. ايوه. لا، ما هو في اليوم الثامن هو اتكلم لما ولدت، صح. فقالوا لها انا بس عايز اشاور على عايز اشاور على انه كل حاجه جديده. واخدين بالكم؟ لوقا عمال يقول لنا هو ذا الكل قد صار جديدا. اللي انا بحكيه لك ده ما كانش موجود طول معرفه اليهود بالمسيح ال1000 سنه و600 اللي فاتوا من ايام ابراهيم. انا بقول لك بدايات كنيسه العهد الجديد. قالوا لا، ليس احد في عشيرتك تسمى بهذا الاسم. ثم اومأ الى ابيه ماذا يريد ان يسمى. اومأوا فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا. ما قالش انا هسميه يوحنا، قال اسمه يوحنا. ده من قبل ما يحبل بيه وانا اتقال لي ان اسمه يوحنا. وفي الحال انفتح فمه ولسانه، صح، ممكن يبقى اتكلم هنا، وتكلم وبارك الله. فوقع خوف على كل جيرانهم وتحدث بهذه الامور جميعها في كل جبال اليهوديه. الناس كلها عماله تقول ايه ده؟ مين دول؟ ايه العيال دي؟ شكلهم عيال طبيعيين، بس ايه اللي بيتقال عليهم ده؟ ده نبوات، ده ملاك، ده كاهن، ده مسبح البخور، ده جبرائيل رئيس الملائكه، ده بنت غلبانه عندها 14 سنه. في ايه اللي بيحصل؟ خدوا بالكم، اليهوديه اكبر من اورشليم، اليهوديه الدايره الاوسع. لما يقول ان كل اللي كانوا ساكنين في جبال اليهوديه الجبال المحيطه باورشليم. فاودعها جميع السامعين في قلوبهم قائلين اترى ماذا يكون هذا الصبي؟ وكانت يد الرب معه. وراح بقى البريه، انتوا عارفين يوحنا والقصه. وامتلأ زكريا ابوه من الروح القدس وتنبأ قائلا يلا خش انت كمان، مبارك الرب اله اسرائيل لانه قد افتقد وصنع فداء لشعبه، وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاه، كما تكلم بفم أنبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر، خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، ليصنع رحمة مع أبائنا ويذكر عهده المقدس القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا إننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا نعبده. جملة مركبة شوية بس لطيفة جدا. بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. هنا زكريا بيتنبأ عن إن الطفل اللي هو ولده ده مقدمة وتهيئة لإيه؟ المخلص اللي هيعمل كل ده واللي اتنبأت عنه النبوات. وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه. يعني بيعترف إن الطفل اللي جاي ده هو الرب، لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطيه، بأحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرق من العلاء، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت. دي كانت نبوة في العهد القديم.
لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام، والمسيح هو رئيس السلام. أما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح وكان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل. ده نموذج مبسط للوقا لما يكتب ازاي بيفصل وازاي بيفصص وازاي يعيشك لا بس هو الإحساس. معناه انه برضه ان هو ما شافش المسيح، لان هو كان قاعد في البراري وابتدى خدمته برضه اكيد فور يعني طبعا. في السن زي ما هو شايف المسيح عارفه امتى ساعة الامان بالظبط كده. بس. آه. لكن من غير كده بس لا. الروح القدس اللي هو روح المسيح هو اللي قال له كل حاجه. فلما شافه ساعه المعموديه عرف ان ده ربنا، وعرف ان هو ده اللي سجد له وهو صغير. يعني قصه مكتمله. المسيح كان ليه شكل وكاريزما يعني وعينين، فطبعا طبعا. يعني طبعا اخذ باله ده مختلف عن الباقيين. طبعا المسيح اتربى في الشمال في الناصرة في الجليل. اما يوحنا اتربى في الجنوب في اليهوديه. دي منطقه ودي منطقه بعيدة. لكن كان المسيح بينزل كل سنه. لكن وقت المعموديه كله بقى كان بيجي له من كل حته. لا ما دي بقى خلاص. ايوه. اما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح زي المسيح. هو والله لا ده لسه الله ما اتولدش، ده يوحنا. وانت ايها الصبي نبي الحياه تدعى. تمام. كان خدي بالك البراري الى يوم ظهوره لاسرائيل. بس خدي بالك اقول لك حاجه، السيد المسيح له المجد اتقال عليه كده كان ينمو في الحكمه والقامه عند الله والناس. ليه بقى؟ يقول لك الاباء ان السيد المسيح له المجد كان الله الكامل والانسان الكامل. الانسان الكامل لازم يعيش مراحل الانسان الكامل سنه سنه، وكان بيخاف وكان بيجوع وكان بيعيط وكان بيترمي في حضن العذراء وكان بيطبطب عليه، وكان يوسف النجار بيعلمه، كان بيقول له دي يا حبيبي لازم نعمل فيها كذا. هو هنا مستخدمش لاهوته الكامل في انه يقول له اسكت اسكت انا عارف كل حاجه، ده انا ربنا. وكان بينمو زينا. تمام. وكان خاضعا لهما، يعني معنى انه حتى هو اعتبر ان انا لو زعلته من ان انا قعدت في الهيكل وبعمل البتاع معلش، وكان خاضعا لهما. دي كانت اول مره يراجعهم. كنت مش عارف انا ليه. تمام. ايه كمان حد عايز يقول حاجه؟ اشكركم جدا. نلتقي مع انجيل يوحنا الجمعه القادمه. ثانيه واحده يا جماعه. دي بعدين بقى قصه هيرودس بقى لما تكملي في الاصحاحات بالظبط. وقال لهم انا خدته من هنا من على المذبح، هسيبه هنا على المذبح، راحوا ذبحوه والملاك خطف. يلا نقول ابانا الذي